هذا النحل جزء من مجتمع كامل يظهر الأفراد فيه إخلاصا، وخلال العمل المعتاد الشاق تكدس المستعمرة ثروة على شكل رحيق ولقاح. يجذب هذا الكم من النفائس زوارا غير مرحب بهم. يهاجم النحل الحارس الدخيل بسرعة. الدبور كبير وخطير، لكن النحلة لا تأخذ بالاعتبار سلامتها الشخصية. تهتم أثناء قيامها باللسع بالدفاع عن مستعمرتها. يلقى باللص خارجا مصابا بشدة ومشلولا. يعمل المجتمع بدقة صارمة، كل شيء يخدم هدفا واحدا وهو ديمومة المستعمرة. خصصت حياة الملكة لإنتاج الأجيال المستقبلية من العاملات، والعاملات بدورها تعمل من أجل الملكة. الرحيق وقود الحياة للنحل، كل عاملة تطير آلاف الساعات خلال حياتها لجمع ذلك السائل الثمين. بمجرد أن تعود إلى الخلية تتشارك العاملات بالرحيق الطازج مع جميع النحل. يركز الرحيق ويخزن في خلايا خاصة حيث ينضج ليصبح عسلا بعد ذلك. النحل يعمل خلال النهار فقط، وعندما ترتاح المستعمرة تنتشر رائحة العسل في هواء الليل. بعض المخلوقات تحاول سرقة ثروة المستعمرة. هذا هو رأس الموت، الفراشة الصقرية، تطير في الربيع من شمال إفريقيا محمولة عبر البحر الأبيض المتوسط بالرياح الساخنة الآتية من الصحراء الكبرى، أتى اسمها من الجمجمة المنقوشة على ظهرها. أطراف الفراشة متصلبة بسبب هواء الليل البارد، وبالارتعاش تدفئ جسمها قبل أن تنطلق. تقوم بمهمة تخاطر فيها بحياتها. تهبط على مدخل الخلية محاطة بالنحل الحارس المستعد للدفاع عن الخلية، لكن لا توجد إشارة تدل على الدفاع. تسير الفراشة بجرأة أمام الحراس وتدخل الخلية. لقد حصلت الفراشة على الرائحة التي تميز خلية النحل هذه، وبالرغم من حجمها تدخل كعضوة في المستعمرة. تملك الفراشة خدعة أخرى، تصدر أصواتا تصدرها عادة ملكة النحل فقط. وباستخدام حيلة التنكر تستطيع الفراشة مهاجمة خلايا العسل دون مقاومة. نحل الخلية يلاحظ نقص العسل، ولكنه لا يلاحظ اللص، ويحاول إنقاذ السائل الحلو. الفراشة الصقرية امتصت 4 أو 5 خلايا عسل، ثم تشق طريقها إلى المدخل لأن تمويهها بدأ بالزوال. تبدو مستعمرة نحل العسل عالما غريبا للوهلة الأولى. كل فرد في هذا المجتمع له مهمة محدودة، ولكل شيء مكانه. اللقاح والرحيق يحفظان في صفوف من خلايا التخزين، وقربها ينمو الجيل الجديد في الخلايا الحاضنة. توضع الخلايا الحاضنة للجيل القادم على مسافة من الخلايا الأكبر حجما، حيث يربي النحل ملكاته المستقبلية. الرعايا هم الذين يقررون إن كانت النحلة ستصبح عاملة أو ملكة. النحل متساو وهو في البيض، ولكن بإطعام اليرق الجيلاتين الملكي تصبح النحلة ملكة بمشيئة الله.